اسمي مش مهم، المهم انك تعرف ان كنت لاعب في منتخب مصر، مش نجم بس كنت اساسي. كان عندي 26 سنة، موسم كويس، مستقبل واضح، بس بسبب السحر دلوقتي بقالي 5 سنين ما دخلتش ملعب، وكل ده انتهى في مباراة واحدة 90 دقيقة. حط سماعاتك وركز معايا علشان هنبدأ الحكاية. المباراة كانت برا مصر في بلد أفريقية. وصلنا يوم الخميس والماتش كان يوم السبت. كل حاجة كانت عادية، بس أول ما وصلنا الملعب حسيت ان في حاجة مش مظبوطة. اليوم ده اتقال لنا اننا هننزل بدري زيادة عن الطبيعي. في الاول افتكرت ان في تعليمات امنية وكده يعني، او الملعب كان بعيد او زحمة، حاجة من الحاجات دي. فهمت ان الموضوع مش كده. الملعب كان مفتوح، مش بس الابواب، الناس جوه كانت كتير، عمال داخلين خارجين، وكأن في تجهيزات شغالة من بدري قوي. نزلنا أرض الملعب بنعمل إحماء قبل الماتش بساعة. الغريب إن المدرجات كانت فاضية، ولا لاعب واحد من الفريق المنافس كان موجود. كان في المدرجات كان في شخص واحد، شخص واقف لوحده لابس لبس غريب وبيبص في وشوش اللعيبة واحد لحد ما عينه جت في عيني. وقف وشاور بصباعه، مش بيهددني ولا بيشتم، كأنه بيقول هو ده. وفي اللحظة دي أنا خفت وقلت بيني وبين نفسي يا رب الماتش ده يعدي على خير. بعدها بشوية لقيت نفس الشخص تاني، بس المرة دي كان واقف في نص الملعب ومعاه معزة شكلها غريب. كان ماسكها وبيلف حوالين الملعب وبيتمتم بكلام مش مفهوم، مش بصوت عالي بس واضح انه بيقول حاجة. انا استغربت ازاي حد زي ده يبقى موجود في ارض الملعب وبيعدي جنب اللعيبة عادي ولا حد قادر يوقفه. اتعصبت، قربت منه قلت له انت بتعمل ايه هنا؟ طبعا هو مش فهمني، بس فهم اني كنت متضايق. مسكت ايده وبصيت حواليا وقلت هو فين الامن؟ وفجأة ايدي نملت وحسيت احساس غريب زي دبوس دخل في جسمي. سبت ايده بهدوء وهو خد المعزة ومشي ولا كأن حاجة حصلت. بعدها بدقايق واحنا خارجين من ارض الملعب بنستعد للماتش، بصيت ورايا لقيته واقف من بعيد والمعزة على الارض مدبوحة. وقفت مكاني، خفت اكتر من الاول، مش فاهم ايه اللي بيحصل ولا ازاي كل ده بيعدي كده عادي. الموضوع كان اكبر بكتير من كرة القدم واكبر من الماتش ذات نفسه. دخلت غرفة تغيير الملابس وقلبي كان مش مطمن. اول حاجة حسيت ان رجلي اليمين تقيلة، مش ألم ومش شد، تقيلة زي ما تكون لابس جزمة ضيقة. شربت مية زيادة وعملت إحماء زيادة. كل حاجة شكلها طبيعي بس الإحساس جوايا مش طبيعي. الدكتور بتاعنا شافني بد رجلي وقال لي فيها شد. قلت له مش شد بس حاسس بتقل. قال كده مش هينفع تبدأ أساسي. وفعلا الماتش بدأ وأنا على دكة الاحتياطي. المدرجات بدأت تتملي بس الصوت كان مش طبيعي، مش صريخ، مش طبول جامدة، هتاف هادي ومنتظم، كأنهم حافظين حاجة واحدة وبيقولوها في نفس واحد. فجأة دخل فينا جون، التاني في التالت، ولا حد فينا كان فاهم ازاي. في اللحظة دي حسيت ان الماتش خرج من ايدينا، في حاجة مش طبيعية. الشوط الاول خلص، دخلنا اوضه اللبس، المدرب كان واقف متعصب ووشه احمر وصوته عالي. في ايه؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ محدش رد عليه. المشكلة اننا نفسنا ما كناش فاهمين. واحد من اللعيبة سأل بهدوء النتيجة بقت كام؟ بصينا لبعضنا وسكتنا وكأن في غشاوة على عينينا كلنا. المهم بدأت الشوط التاني ونزلت أرض الملعب. الأرض مش وحشة، عادي. في أفريقيا في مناطق ناشفة ومناطق طرية، بس الغريبة إن رجل اليمين كانت بتديني إحساس إن الأرض بتسحبني. أول التحام بسيط، جري خفيف، تمام، بس كل ما زود سرعة حسيت ان في حاجة بتمنعني. رجلي حاسس انها تقيلة قوي، بس برغم كده قدرت اسجل هدف ورحت احتفل. بس حظ السيء كان مستنيني. رحت على مدرجات فريق الخصم وبين كل المشجعين لمحت الراجل اللي كان موجود قبل كده. بص عليا وشاور للمرة التانية
وبعدها جات لي كوره سهله، استلام بسيط وتمريره بسيطه من النوع اللي بتعمله وانت مغمض عينك يعني. في جزء من الثانيه رجلي اليمين خنتني، مش زحلقه ومش التواء واضح، وقعت لوحدي من غير اي احتكاك ومن غير اي لاعب حتى يبقى قريب مني. انا وقعت وسمعت صوت صفاره في ودني، مش صفاره الحكم، صفاره جوه دماغي. انا ببص للحكم مستني يوقف اللعب لانه واضح اني واقع مش قادر اقوم. الحكم بص لحظه وكمل، والكره اتلعبت وانا لسه على الارض بحاول افهم انا اتصبت امتى وازاي. الدكتور بتاعنا دخل وحاول يوقفني، وقمت على رجل واحده ورجلي اليمين مش شايلاني. اتبدلت، قعدت على الدكه وبصيت ناحيه الجهاز الفني بتاعهم. كان في قفص موجود متغطي ومحطوط جنبهم. القفص كان فيه غراب اسود. واحد من الجهاز الفني بتاع فريق الخصم مسك الغراب وطيره في قلب الملعب، وبعدها الماتش خلص 6-1. خسارة موجعة، بس الخسارة ما كانتش هي اللي كسراني. في غرفة الملابس أول ما قعدت وقلعت الستارز شفت ورم في رجل اليمين من عند السمانة لحد الركبة، منفوخة بطريقة مش منطقية، وكأن في سوائل بتتجمع بسرعة رهيبة. الدكتور ضغط بإيده، أنا اتلويت من الوجع وقال بقلق هنعمل إشاعة فورا. اتعملت إشاعة وبعدين سونار وبعدين قال نعمل رنين ولو ينفع بسرعة تطلع النتيجة. النتيجة طلعت ومفيش حاجة واضحة، مفيش قطع في الرباط، مفيش كسر، مفيش حاجة كبيرة تفسر الورم ده. أنا قاعد وماسك الورقة ومش فاهم إزاي مفيش حاجة، أنا مش قادر ألمس رجلي من الوجع. رجعنا الفندق والدكتور قال ارتاح أسبوع، مسكنات وتلج ونشوف. الأسبوع ده كان أول أسبوع في حياتي أحس فيه بالعجز. الألم ما قلش، زاد، وفي الليل رجلي كانت بتسخن وساعات بتبقى ساقعة كأن الدم مش واصل. وبرغم كل التحليلات كانت طبيعية، الأسبوع بقى شهر والشهر بقى 3 وبعدها موسم كامل. بعدين الألم ما بقاش في رجلي بس، الألم انتشر في جسمي كله ومعرفتش اتحرك تاني. وفي الآخر طلعت قرار رسمي إني هعتزل الكورة نهائي.